السلام عليكم اصدقائي، كيف حالكم متابعين قناه فيوتشر كوين وقناه بي سي وورلد عن البيتكوين. طبعا فيديو جديد على قناتنا، قناه مهتم باخبار العملات الرقميه. بيتكوين اليوم ارتفع ولمس منطقه ال 30,000 دولار بعد ارتداد واضح من مناطق ال 26,800. بهاي المناطق تكلمنا عن بالفيديوهات السابقه وانها هاي مناطق ارتداد واضحه جدا. حاليا اصدقائي احنا بحاله صعود، وهل الصعود مكمل ولا لا وشو سبب الصعود راح نتكلم عليه بهذا الفيديو. قبل ما نبلش فيديو اصدقائي بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناه، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقميه. ولا تنسى انضم لقناتنا على تليجرام، الرابط موجود اسفل الفيديو والرابط موجود كمان في بناء القناه. خليكم معنا اصدقائي الى نهايه الفيديو حتى تعرفوا اخر اخبار الكريبتو. اولا اصدقائي خلينا نعرف شو اسباب الصعود اللي صارت اليوم. عندي تقرير طلع اليوم هو طلبات السلع المعمره الاساسيه، وطلعت النتيجه ايجابي للدولار الامريكي، لكن رغم انه النتيجه طلعت ايجابيه للدولار الامريكي الا ان الدولار الامريكي هبط مرة ثانية. على فريم 4 ساعات بتشوف انه عندي هبوط كان على مؤشر الدولار. حاليا نحن بمناطق ارتداد، يجب الحذر. مناطق الارتداد الحالية ممكن يسبب هبوط للبيتكوين وسوق العملات المشفرة، لكن لحد الان بيتكوين ايجابي، لكن لازم احذر. مقاومة 30,500 لازم نقفل بشمعة 4 ساعات اعلى مقاومة 30,500، بعدها حتى ننطلق مرة ثانية لمناطق 32,000 دولار. مناطق 32,000 دولار ممكن بهاي الفترة ادخل صفقة شورت مع ستوب لوز اقفال شمعة 4 ساعات على 32,500. غدا اصدقائي عندي اخبار مهمة جدا. عندي اهم معدلات الشكاوى من البطالة. معدلات الشكاوى من البطالة ممكن يجي ايجابي للدولار الامريكي وسلبي للبيتكوين. في حال اجى ايجابي للدولار الامريكي وسلبي على البيتكوين فهذا الصعود رح يكون صعود عبارة عن صعود وهمي وفخ حتى يتم انخفاض مرة ثانية. لكن لحد الان البيتكوين ايجابي ويمتاز بالايجابية الكبيرة، والصعود لا يزال مستمر. عندي معدلات الشكاوى من البطالة مهم، وعندي مؤشر مبيعات المنازل المغلقة كمان مهم، بما انه عندي 3 نجمات على الانفستنج معناتها عالي التقلبات وعالي المخاطر. عندي مؤشر مبيعات المنازل المعلقة، معدلات الشكاوى من البطالة، وعندي الناتج المحلي. هاي 3 تقارير غدا مهمة. التقارير رح تكون الساعة 4:30 عصرا بتوقيت مكة المكرمة. طبعا هذا التقرير رح يكون الناتج المحلي، وعندي معدلات شكاوى من البطالة بنفس الوقت، وعندي مؤشر مبيعات منازل رح يكون الساعة 6 بتوقيت مكة المكرمة. أصدقائي نحن حاليا على البيتكوين قريبين من مقاومة عنيدة، ومؤشر الدولار قريب على مناطق ارتداد. في حال تم الارتداد إلى الأعلى راح تشوف مرة تانية هبوط لسوق العملات المشفرة، لكن في حال أقفلنا على 30,500 راح نشوف صعود قوي لمناطق 32,000 دولار، وعند مناطق 32,000 دولار بتقدر تدخل صفقة شورت مع ستوب لوز الإقفال على هاي المناطق. طبعا سوق العملات المشفرة ارتفع بقوة، وحاليا السوق كله عم يتضوي باللون الأخضر، إلا بعض العملات لا تزال في حالة هبوط. اصدقائي نكون وصلنا لهذا الفيديو، اتمنى الفيديو يكون اعجبك. لا تنسى تشترك بالقناه، تفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقميه. مع السلامه، دمتم بخير.